هل احنا فعلا لازم نحب نفسنا؟ انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث. بكل بساطه الموضوع ده بقى بيتكرر كتير، تشوفه في الريلز، موضوع بيتروج ليه بطريقه مش طبيعيه، وبقى بيبدا يتصور لك ان انت لو مش بتحب نفسك فانت هتعيش في جحيم. سأل فعلا الكلام ده صح؟ ببساطه شديده محدش بيقول لك ان حب الذات او حب النفس هو موضوع اصلا مش سهل. مش طبيعي اصلا ان انت تعرف تحب نفسك وانت متلخبط وبتغلط. ازاي اصلا احب نفسي وجس وات انا ما اعرفش نفسي انا مين؟ فما تجيش تقول لي 5 خطوات يخلوك تحب نفسك، لان ببساطه مفيش خطوات ومفيش شيء ثابت. في تعب، في لخبطه، في لحظات بتكره فيها نفسك، في لحظات بتبقاش طايق الهدوم اللي انت لابسها، وفي لحظات بتبقى مبسوط وفخور جدا من نفسك، وده الطبيعي. وعكس كده ده مش طبيعي. مفيش علاقه ما بين 2 بني ادمين على الكوكب 24 ساعه الدنيا بتطق بالحلاوه والحب، مفيش. فانت ليه مستني اصلا ان ده يحصل مع نفسك؟ وليه بتروج لي فكره ان انا لو عكس كده فده مش طبيعي؟ امال ايه طيب؟ اللي نقدر نعمله هو تقبل الذات، مش ان احنا نحبها بس. الطبيعي قبل ما تقولي احب الوضع المعين اللي انا فيه، لازم الاول اصلا انا اتقبله. ناهيك اصلا على فكره حب الذات، التقديرات العاليه لنفسك هي ممكن تخبطك في الحيط. اي حد بيطلع السلم على رجله بيفتكر نفسه المشطشط. فببساطه هل لازم تحب نفسك او هل لازم انا احب نفسي؟ بكل بساطه لا. الاسهل ان احنا ما نكرههاش. لو ما عرفتش تحب نفسك النهارده مش لازم تكرهها، عادي ما تحبهاش بس ما تكرههاش، ما تبقاش ضدها. هي مكسره وفيها مشاكل وفيها عيوب، بس هي بكل بساطه حاول ان انت تحتضن الوضع، ان انت تتقبله بكسوره علشان اصلا تبدا ان انت تعدل عليه بعد كده. وبس دوس بقى سبسكرايب ودوس دوس الحاجات اللي انت بتدوسها دي يعني.